هنفترض دلوقتي مع بعض انك اشتريت حاجات هايبر ماركت ولا حاجه بحوالي 1000 جنيه، دفعت 1000 جنيه ودلوقتي انت مزنوق في 1000 جنيه، محتاج 1000 جنيه فلوس دلوقتي، معليش دعوه انا عايز فلوس دلوقتي خلاص. انت عايز ترجع فلوسك بس تستفيد بالمنتجات بتاعتك او تقسط. تطبيق فاليو بيقدم لك برودكت ممتاز جدا اسمه شقلباظ. هنتشقلب مع بعض دلوقتي، تشقلب فاتورتك وتاخد فلوسك كاش او ترجع لك تاني يعني. خليكم معانا لغايه نهايه الفيديو عشان تعرف تفاصيل اكتر يعني. بالنسبه للبرودكت شقلباظ اللي في تطبيق فاليو، ده بيتيح ليك انك انت لو عندك اي فاتوره اشتريت بقيمه 500 جنيه فيما فوق، لان هو اقل قيمه معاك 500 جنيه، تقدر تسترد الفلوس بتاعت الفاتوره دي من خلال تطبيق فاليو. ولو انت اشتريت او الفاتوره دي طلعت من ستور متعاقد مع فاليو او مش متعاقد مع فاليو، الموضوع سيان، هتاخد فلوسك عادي. كل الموضوع محتاجه انك انت يكون معاك الريسيت دي وتمشي معاهم في خطوات في الابلكيشن، تصور الريسيت وتمشي معاهم خطوات علشان تسترد فلوس. الخطه التقسيط بتاعتك، لانك انت لما بتسترد فلوسك المفروض الفلوس هتتخصم من الليميت بتاعك اللي انت بتاع فاليو. الليميت ده او الخصم ده او الفاتوره دي هتتقسط على ايه؟ مدد 6 شهور لغايه 36 شهر لغايه 3 سنين. دي خطه التقسيط بتاعتك. هتستلم فلوسك ازاي؟ في عندك تو اوبشن. هتستلمها عن طريق ستورز اسمها ستورز شقلباظ تبع الفاليو، شقلباظ اسمها شقلباظ ستورز. او لو انت ما عندكش الستورز بتاعت شقلباظ دي زي حالات انا كده في محافظه اصلا ما فيهاش هب تبع فاليو لاكتيفيشن ولا استلام كارت ولا اي حاجه، ممكن تستلمها اونلاين. تقلب على اوبشن اسمه ديجيتال شقلباظ وتستلمها عن طريق المفروض عن طريق المحفظه البنكيه بتاعتك او عن طريق كارت تلدا او حسابك في تلدا. المفروض في اوبشن ثالث مكتوب جوه الابلكيشن بتاعه عن طريق حسابك البنكي. لما تتواصل مع فاليو، لما انا تواصلت مع فاليو عشان اسالهم، قالوا لي لا مفيش حاجه اسمها انك تستلم فلوس على الاكونت او حسابك البنكي. انت بتستلمها يا اما على حساب تلدا او كارت تلدا، يا اما بتستلمها على الديجيتال والت بتاعتك. فانا ما عنديش غير الاثنين اوبشن دول، بس الابلكيشن بيقول ان في اوبشن ثالث اللي هو الحساب البنكي. لو انت استخدمت الخدمه دي واستلمت فلوسك عن طريق حسابك البنكي، شارك تجربتك تحت في الكومنتات علشان برضو نعرف المعلومه اكتر، لان انا مش عارف الفيصل فين لاني ما استخدمتش الخدمه بصراحه. انا بشارك معاكم المعلومه اللي انا قدرت اتحصل عليها. اللي بالمناسبه الفيديوهات دي كلها اللي عن فاليو دي مش اعلانات، دي ما الا ان انا بشارك معاكم معرفه عندي ومعلومه عندي لعل وعسى تفيدكم يعني. زي ما كنت بقول لك، المينيمم اماونت علشان تسترد فلوسك عن طريق خدمه شقلباظ هي 500 جنيه، واقصى قيمه هي اكيد الحد الائتماني بتاعك. يعني مش هيكون الحد الائتماني بتاعك 30000 جنيه وتقول لهم انا عايز استرد فاتوره ب 40000، ده اللي هو ازاي؟ فانت هتسترد نفس الفاتوره اللي قدامك اللي هي مينيمم 500 جنيه او ماكسيمم الحد الائتماني بتاعك. والمفروض بتمشي معاهم في بروسيس، انا تقريبا على ما اعتقد بتكون انك بتصور الفاتوره وهو بياخد وقت كده صغير ويقول لك الفلوس بتاعتك موجوده، تقدر تستلمها على الديجيتال كاش اوت بتاعتك اللي انت اخترتها اللي هي المفروض حساب تلدا او الديجيتال والت بتاعتك، او هنفترض جدلا ان الاكونت بتاعك الحساب البنكي بتاعك ضفته ومفيش مشاكل فيه. دي المعلومه اللي عندي في موضوع ديجيتال شقلباظ. بصراحه هو اوبشن او برودكت ممتاز لحد استخدم الفلوس بتاعته في انه اشترى حاجه ومحتاج الفلوس دلوقتي عشان يمشي بيها. هي تقدر تعتبرها تقسيط غير مباشر، انت قسطت بس قسطت بفلوسك ورجعت خدت فلوسك تاني واستخدمت السيرفيس اللي مقدمها لك فاليو كتقسيط، كانك استخدمت كارت فاليو كده في التقسيط المباشر بس ما كانش معاك الفلوس. ودي فيتشرز كويسه وجميله جدا انها تكون مضافه وتكون موجوده في الابلكيشن. انا كده خلصت معاكم كل اللي اعرفه عن ديجيتال شقلباظ او عن شقلباظ عموما، برودكت اللي موجود في فاليو. اتكلمت قبل كده عن فاليو بريفلي برضو، ازاي بتسجل وايه البروسيس بتبقى ماشيه ازاي وبتدفع ازاي الفلوس اللي عليك وبتقسط ازاي حاجه زي شحن الرصيد. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكربشن وهسيبه لكم فوق في الاي لو انتم حابين، وهسيب لكم برضو فوق في الاي بلاي ليست كامله لو انتم على اليوتيوب عن كل المنتجات او كل البرودكتس اللي انا مسميها تكنولوجيا ماليه، كل شركات الفinTech او كل الحاجات او الخدمات الماليه المقدمه بشكل تك او بشكل ابلكيشن على الموبايل بتاعك لو انتم حابين تبصوا بصه برضه. في النهايه لو انت مكمل الفيديو لغايه دلوقتي وعاجبك الفيديو بتعمله لايك وتشارك الفيديو مع حد من اصحابك علشان يعرف المعلومه. ولو عندك اي فيدباك او عندك تجربه استخدمت فيها فاليو او برودكت زي شقلباظ سيبونا تحت في الكومنتات عشان نستفيد كلنا مع بعض. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس عشان يوصلك شيء جديد. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده من على اي بلاتفورم ثانيه كانت تيك توك او انستجرام يا ريت تعمل لنا فولو هناك برضو. وترجع لو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه بتاعتنا على اليوتيوب علشان الفيديوهات بتنزل على اليوتيوب الاول. زي ما بقول لكم دايما ثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست فيديو. باي.